السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقاء متابعين القناة. لو لسه بتشوفوا القناة بتاعتي لأول مرة، فضلا وليس أمرا أعمل لايك للفيديو من شكل القناة، عشان إن شاء الله بإذن الله يوميا ينزل لكم أسعار الدواجن جملة في المزرعة والقطاع في المحلات. أسعار الدواجن يوم الخميس 16/2/2023 وعليكم الأسعار. وزي ما قلت لكم يا جماعة فيديوهات قبل كده، الحاجة اللي بتغلب بلدنا مش بتنزل. افهمكم حاجه بعد اذنكم، عشان كل اللي بيكتب في التعليقات بيقول هم اللي مربين الدواجن هم اللي بيغلوا الحاجه. لا يا جماعه، احنا مش بنغلي حاجه، هي تكلفه الفرخه غاليه. المفروض المسؤولين الماسكين البلد دول يرخصوا العلف، خامات العلف. النهارده شكاره العلف الايمان 25 كيلو النهارده عامله 570 جنيه. يرضي مين؟ الاول كانت بتتباع 200 جنيه، كان زمان من كام شهر، دلوقتي ب 570 جنيه. طبيعي اما العلف يبقى زايد يبقى لازم الفراخ تبقى زايده، طبيعي كده، عشان ما تجيبوش كل حاجه المربي هو اللي بيزود الفراخ. لا، المسؤولين هم مغلين الحاجه علينا. الكتكوت غالي، العلف غالي، الادويه غاليه، الدفايات او الكهرباء او الانابيب غاليه، ما لازم الفرخه تطلع غاليه. المفروض الناس اللي ماسكه البلد دي هم يرخصونا سعر العلف. طول ما العلف غالي تعرف الفراخه تبقى غاليه وهتغلى تاني. محدش يضحك عليكم يقول لك الفراخ هترخص، لا، مفيش حاجه هترخص. احنا ما عندناش مشكله سعر الكتكوت يبقى غالي. النهارده كتكوت الابيض شركه نظيفه عامله 27 جنيه، مفيش اي اشكال. احنا المشكله عندنا العلف اللي كل يوم نستهلكوه، العلف نستهلكوه من اول الدوره لغايه اخر دوره الفراخ. يرضي مين يا جماعه ما اجيبش كارت العلف 570 جنيه؟ ده مش حرام؟ مش خراب بيوت؟ ما لازم يبقى الفراخ غاليه. ما حدش يضحك عليكم يقول لكم الفراخ هتنزل، مستحيل تنزل طول ما العلف غالي. ندخل بقى على اسعار الدواجن. النهارده في ارتفاع في سعر طبق البيض البلدي والاحمر والابيض، وسعر الطيور كلها النهارده رفع. والنهارده في ارتفاع قوي جدا في سعر كيلو الفراخ البيضاء. النهارده تنفيذ الفراخ البيضاء من داخل المزرعه قدامي اتباع بنفس السعر ده 80 جنيه. بيتباع في المحلات ب 92 جنيه كيلو الفراخ البيضاء. تنفيذ كيلو الفراخ الساسو من داخل المزرعه 96 جنيه، بيتباع في المحلات على 105. سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الامهات 50 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ البلد الحر والبلد المشعر من داخل المزرعة 100 جنيه، بيتباع في المحلات على 110. تنفيذ كيلو الفراخ الرز والفيومي من داخل المزرعة 98 جنيه، بيتباع في المحلات على 110 برضه. تنفيذ كيلو الرومي الأسود من داخل المزرعة 90 جنيه، بيتباع في المحلات على 100 جنيه. الرومي الأبيض تنفيذه من داخل المزرعة 85 جنيه، بيتباع في المحلات على 95 جنيه. تنفيذ كيلو الأرنب من داخل المزرعة 80 جنيه، بيتباع في المحلات على 85 جنيه. تنفيذ كيلو البط البلدي والسوداني والمسكوفي سعره تنفيذه من داخل المزرعة 85 جنيه، بيتباع في المحلات على 95 جنيه. تنفيذ كيلو البط المرر من داخل المزرعة 83 جنيه، بيتباع في المحلات على 93 جنيه. تنفيذ كيلو البط البكيني أو الفرنساوي من داخل المزرعة 71 جنيه، بيتباع في المحلات على 80 جنيه كيلو. جوز الحمام البلدي بيبدأ من 70 جنيه لغاية 90 جنيه. سعر طبق البيض النهارده عدى الحدود. طبق البيض البلدي من داخل المزرعة 24 جنيه، بيتباع للمستهلك على 35 جنيه أو 36 جنيه. طبق البيض الأحمر من داخل المزرعة 114 جنيه، بيتباع للمستهلك ب 124 جنيه. سعر طبق البيض الأبيض من داخل المزرعة 113 جنيه، بيتباع للمستهلك على 123 جنيه. لو عجبكم الفيديو بتاعي رد عمنا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.